في خطوة غير مسبوقة فتحت قاعة الاحتفالات التابعة للبرلمان الياباني لاستقبال مئات من ناشطي الإيغور الذين يدعون إلى الانفصال عن الصين وإنشاء دولة تركستان الشرقية على مساحة تبلغ نحو 2,000,000 كيلومتر مربع وتضم أغنى المناطق هناك بالثروات الطبيعية. لأول مرة نتمكن من عقد مؤتمرنا في آسيا بفضل أصدقائنا اليابانيين الذين يدعموننا لنعلن عن مطالبنا الشرعية بمنح الحرية لشعب الإيغور من تسلط الحزب الشيوعي الصيني الذي يعمل على تقويض قوميتنا وطمس هويتنا. عقد المؤتمر برعاية عدد من النواب اليابانيين من الحزب الليبرالي الديمقراطي المحافظ، وهو أكبر حزب معارض ويعرف بمواقفه المتشددة من الصين. لقد مارست الصين ضغوطا لمنعنا من عقد المؤتمر في هذه القاعة التابعة للبرلمان، وهذا تدخل سافر. إن الصين تمارس القمع وتحجب الحريات وتستخدم مصطلحات كالقاعدة والإرهاب لكي تثير الشكوك بشأن المطالب المحقة لشعب الإيغور. أسهبت وسائل إعلام كثيرة في نقل وقائع المؤتمر، ولكن لم يحضره أي مسؤول من حكومة رئيس الوزراء يوشيهيكو نودا. على الرغم من أهمية انعقاد هذا المؤتمر في طوكيو، امتنع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين عن التعليق عليه في محاولة لتجنب مزيد من التوتر في العلاقات مع الصين. فالخلافات التاريخية بين البلدين كثيرة، وقضية النزاع على جزر سينكاكو ما زالت تتفاعل بعد إعلان محافظ طوكيو أن إدارته تفكر في شراء الجزر من العائلات التي تمتلكها كي تحولها إلى ملكية عامة. وفي هذه الأجواء قد تقع مواجهة بحرية جديدة في أي لحظة بين خفر السواحل الياباني والسفن الصينية التي تتهمها اليابان بدخول منطقة منفعتها الاقتصادية الحصرية للتنقيب عن الغاز وصيد الأسماك كما حدث في عام 2010. وبالرغم من أن طوكيو اعتمدت لغة الحوار والهدوء لتسوية الخلافات والتعبير عن قلقها من توسع الحضور العسكري الصيني في شرق آسيا، يرى كثيرون أن استضافتها مؤتمر الإيغور ولو بشكل غير رسمي تحت غطاء الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية قد يكون مؤشرا على ولادة نهج جديد جريء في الدفاع عن المصالح القومية.